تنسيق ثانوية عامة 2025 النتيجة ظهرت دلوقتي. جبت المجموعة ده ب60 70 80. ناس كتير فاكرة انها جابت عشان جابت كده فهي حياتها وقفت، مش هتعرف تعمل حاجة في حياتها، مش هتلاقي كلية هخشها. حرفيا ضايع. بس اللي انتوا متعرفوش ان انت غير كده خالص، في كليات كويسة جدا ان انت تعرف تخشها بمجموعة. مبقاش موضوع معقد ولا بالتخيلات اللي انتوا فاكرينها. حرفيا هتفهم ده بعدين. مع الوقت احنا هنفهم النهارده ممكن اخش كليات زي ايه، ممكن اعمل ايه في حياتي. هل انا كده حياتي انتهت خلاص النهارده؟ خلاص انا حياتي وقفت بالنتيجه اللي هي ظهرت من يومين ولا من يوم، خلاص كده حياتي انتهت؟ الواقع لا. لان دي مش نهايه الكون. بص، نقطه مهمه، كفايه ان انت خلاص ثانويه عامه، ان انت تنجح وتخلص دي في حد ذاتها حاجه حلوه قوي. طب تعالى نشوف ينفع تخش كليات زي ايه، ينفع تعمل ايه في حياتك، نعمل ايه بالمجموع اللي معانا. اولا مبروك عشان الثانويه عامه، كفايه يا ابني ان انت خلصت والله. كميه الضغط والريسك اللي انتوا الستريس اللي انتوا قاعدين فيه كان كتير جدا يعني. احمدوا ربنا بجد ان انتوا في ناس بتعيد السنه، فاحمدوا ربنا جدا ان انتوا عديتوا. دي نقطه حلوه جدا في حياتكم. آه، هتفتكروا الايام دي هاتوا عليها عامه. كل حاجه بايد ربنا، كل ده نصيب في حاجه. طب تعالى نعرف نعمل ايه. ايه اللي هنعمله النهارده؟ إن تقديري ومجموعي يقدر يدخلني ايه. ده اللي احنا هنقوله النهارده. وانسوا موضة كلية طب وهندسة. ان انتوا ناس وهمينكوا ان هو دول بس الاسترس عليهم. ان انت لازم تجيب طب الهندسة، طب الهندسة مش كلية تانية. رغم ان لو بصينا اغلب و90% من العلماء وان هو الناس الأغنياء عامة ملهمش علاقة أساسا بالكليات دي. محمد صلاح مثلا سي مثلا كان في كلية تجارة. كل حد من كليات أساسا ملهاش علاقة بالطب والهندسة. أعرفكم بنفسي في الأول، أنا شريف موسى. أنا بقدم كونتنت عن إزاي تستفاد من فترة الجامعة، إزاي تاخد كورسات، التدريبات بتنزل على تليجرام وبتنزل واتس وفي انستغرام وفيسبوك. في فيديوهات كتير بتنزل اهم كورسات فترة الجامعة. بعض الفيديوهات يعني بص بدلك على الطريق اللي هو بيأهلك للطريق لسوق العمل. خليك تستغل فترة الجامعة أحسن استغلال. حرفيا ازاي تكون صغير فترة الجامعة، كل حاجة هنتكلم عليها الفترة الجاية. تمام. دلوقتي بالنسبة لمجموعة ثانوية عامة، هو مش نهاية الكون. تعال هقول لك بس أمثلة أساسا. يعني مثلا تعالى مثلا انت اول ما النتيجة ظهرت، ففي واحدة بتعمل فيديوهات على تيك توك اسمها سوزي الأردنية. آه، هي جابت 50%. أحب أقول لك هي لما طلعت لايف هي جابت في رينج تقريبا مليون وشوية يعني. فاهم انت لما طلعت لايف بتحتفل بالنتيجة اللي هي 50%، جابت مليون وشوية. فهيتش الفلوس مبقتش بتتحسب بالشهادات ولا الكلام ده. بس الشهادة مهمة، الكليات مهمة والتعليم مهم. بس انا قصدي الفكره ان هو المجموع ما بقاش كل حاجه. وثانيا بالنسبه لو بصيت كليات القمه مبقتش طب وصيدله وهندسه زي زمان. كانت دايما الناس موهومه ان لا انا عايز تارجت طب الهندسه، مفيش فاهم انت، مفيش كليات تانية، ننسى الكليات التانية. حاصرين نفسنا في كليتين ان هما دول المستقبل. وهما ان انت لو دخلت الحاجه اللي انت بتحبها انت تقدم حاجات احسن، وهتقدم احسن بكتير وهتثبت نجاحك فيها. لان انت طبيعي لازم تبقى ناجح فتره الجامعه زي ما انت ناجح فتره الثانويه. تعال نبص دلوقتي الاطباء دلوقتي. زي مثلا لسه من كام يوم اطباء اللي هو جامعه هنا تقريبا نسبه الرسوب باين 60% ولا 70 يعني. تخيل، يعني دول ده اثبت ان اللي هو الدرجات بالبركه. الناس دول دخلوا الطب حرفيا يعني اللي هو ايه، اتظلموا ان هم دخلوا الطب. دخلوا يعني فاهم انت بالكوسه. في حاجه غلط. وحرفيا مبقاش حد اللي هو بيذاكر فلا يلاقي مجموعه اللي هو بص. هو عامه عشان نوصل بس لنقطه حلوه، توفيق من ربنا، واكيد ربنا شايف لك حاجه احسن بكتير في المكان اللي انت داخله ده. لان عامه عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير يعني هو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. فلو انت
وانت تحب حاجه وانت فاكر ان الحاجه دي هي دي احسن حاجه ليك، بس يطلع في الاخر انسان غير كده. يطلع ان انت المكان اللي انت بس ربنا حطك فيه ده انت تثبت فيه احسن، بس حاول تطور من نفسك، حاول تعمل حاجات كتير حلوه، كل ده هيفرق معاك جدا. ركز في كليتك. طب انا دلوقتي الكليات اللي تقدر متاحه لينا بالنسبه للرواتب والكلام ده، في ناس كتير في كليات تانية وحرفيا حققت نجاح وبتاخد رواتب اعلى بكتير من اللي في كليه الطب والهندسه اصلا. يعني ممكن راتبهم يوصل ل20 30 الف وراتب الطبيب 10,000 مثلا. فبقتش اللي هي الفكر اللي انتوا متخيلينه. تعالى، وعلى فكره كليه بقى الكليات اللي بتبقى سنين قليله، تعالى اقول لك ميزتها ايه، ما فيهاش ضغط عالي. تعالى اقول لك ميزتها ايه. اولا انت لو حبيت تشتغل هتعرف تشتغل بسهوله. يعني حبيت تشتغل وانت طالب الموضوع حلو، معاك لغه. لو اشتغلت لو اشتغلت مثلا كول سنتر ولا اي حاجه وانت طالب، انت هتاخد في رينج مثلا من 15 فيما فوق، لو انت بس معاك لغه كويسه وتشتغل كول سنتر. تخيل وانت طالب انت لسه ما عملتش اي حاجه، بس عشان انت عندك وقت وافيلابيلتي شويه ان انت تقدر تعمل حاجات تانية. هتعرف تنزل تطوعات، هتعرف تنزل اماكن كتير، انت بتبقى مجال قدامك مجال مفتوح جدا. يعني سي مثلا انت دخلت كليه التجاره، انت قدامك البيزنس كله، كل حاجه انت تقدر هتشتغل وانت طالب، عارفين ده يفرق معاك جدا. تعالى بقى بص اقول لك رايي من احسن كليات جدا اللي هي بعيدا عن طب وهندسه والكلام ده، حاسبات ومعلومات. حاسبات ومعلومات حرفيا كليه لو انت طورت من نفسك واهتميت بيها كويس جدا، انت حرفيا هتاخد راتب بره ولا في اي بلد حرفيا عالي جدا. انت مش متخيلش الارقام اللي ممكن تاخدها. بس تهتم بتدرس على فترة الكلية دي، وإن أنت تطور من نفسك فيها في مجال الحاسبات والمعلومات ده والبرمجة والكلام ده. وممكن تدرس أنت مع نفسك برمجة وتبدأ. طب كليات تانية زي إيه؟ مثلا ترى إنجليش، حقوق عندك. لو أنت استغلتهم كويس جدا هتاخد، ممكن تشتغل في بنك، ممكن تشتغل في أي حاجة، شركة انترناشونال. حرفيا هتاخد رواتب أنت اللي في طب ما يحلمش بالرواتب دي. يعني حرفيا هيفرق معاك كتير جدا. طب في كليات تانية زي ايه، تمريض، حلوة جدا. عشان انت بيبقى في تكليف وكده فانت بتتعين على طول. بس لازم في امتحان قدرات، فانتوا ما تقعوش في النقطة بتاع امتحان قدرات وفي الاخر تقولوا احنا مجموعنا لعيب تمريض طب انا مش عارف اخش ازاي وبتاع. ما تقعوش في النقطة بتاعة امتحان القدرات، لازم تهتموا بامتحان القدرات جدا. وفي فنون جميلة، فنون تطبيقية حرفيا حلوة جدا للبنات اللي بتحب الرسم والكلام ده، فحرفيا تحفة جدا. ألسن، انت لو اشتغلت ترانسليتور ولا ممكن تشتغل في يوم مثلا مترجم لسفير، مترجم لأي حد. ممكن تشتغل في مجال الترجمة، ممكن تشتغل في السنتر، ممكن تشتغل في حاجات كتير جدا بكلية ألسن اللي معاك. في كليات كتير حلوة. بس مش شرط ان انت تجرب، بس اللي هو اي كلية من دول انت تخشها لازم ان انت تطور من نفسك، لازم تهتم بنفسك، تحاول تطور السوفت سكيلز اللي عندك، تحاول ان انت تهتم بنفسك الفترة دي. فلايك وسبسكرايب عشان نوصل كل جديد. وان احنا هنحاول نهتم بالحد دي في فترة الجامعة عندك، اللي هو انت تستغل الفترة دي كويس جدا. و طب بالنسبة انا مش عارف اتخطى ثانوية عامة. انا كل ما يحصل حاجة انا بفتكر او ضغط الاهالي والناس القرايب. انا عارف يوم ثانويه عامه انت تكتشف ان انت ايه ده، انا عندي قرايب دول جم منين وبتاع، فكك منهم، محدش منهم هينفعك. اللي هو انت فكك دول مفيش حد بيحب حد يبقى احسن من عياله، فانت فكك من كلامهم، ما تديش تمام مثلا اي اهتمام. انت لو مشيت ورا كلامهم انت تأذي نفسك حرفيا. ثق في نفسك. انت لو وصلت لحاجه حلوه كفايه ان انت عديت ثانويه عامه. ما تهتمش كلام حد. ما تسمعش حد يهينك، انت عادي يعني امتحان مش اكتر. وبالنسبه للاهالي خفوا ضغطوا على عيالكم. مهما كان هم اساسا لوحدهم مضغوطين، فانتوا ما تحاولوش ان انتوا تضغطوا عليهم، لانه هو كده جايب اخره. فانت هيضغط عليه ليه؟ يعني هو ما اكيد بيحس وحاسس بضغط من اللي حواليه وبتاع. فانتوا حاولوا هونوا على هذا. شوفوا اي حد بينتحر ولا شوف بيحصل فيه كل واحد بيأذي نفسه ازاي. ما تأذيش نفسك عشان ثانوية عامة، ده امتحان. تخيل امتحان، يعني انت عشان امتحان في الدنيا، امتحان ثانوية عامة ملوش أي لازمة تخسر امتحان الآخرة. يعني
فاهم انت ايه ده ولا ده؟ يعني الحياه والجنه اللي في الاخر وبتاع، ولا انت عشان تنجح في ثانويه عامه وتخش كليه طب ولا تخش اي كليه هتستفاد ايه يعني؟ ما تستفادش اي حاجه. هل بقى معاك فلوس؟ لا. هل بقيت مبسوط؟ لا. هل لقيت عربيه؟ لا. هل انت عملت اي حاجه في حياتك؟ لا. طب ليه من الاول؟ ليه تاذي نفسك؟ ليه تاذي اللي حواليك؟ ليه تزعل الناس اللي حواليك؟ شوفوا في نفسكم، هتحاولوا تتمنوه وان شاء الله توصلوا، والتنسيق يقل ان شاء الله. هو مؤشرات على فكره حلوه، الامتحانات كانت صعبه اللي هو المجاميع. اشوفكم على فيديو جديد. لايك وسبسكرايب عشان يوصلك